السلام عليكم. الحسين والتنمية البشرية. طبعا أنا ما راح أتكلم عن عندي كتاب كامل الحسين شلون تصرف في التنمية البشرية، راح آخذ لقطتين في حلقتين. شلون الحسين اختلف ويا برنامج الليدرشيب بالقيادة، اختلف اختلاف بالعكس. يعني شلون؟ يعني عادة درسنا في أمريكا من أنت قائد وعندك فد مشروع حسب ما له علاقة به، مشروع عقائدي، مشروع وطني، قومي، مشروع تريد تدعو الناس إليه. كل صورة ممكن أجمع الناس بصورة شرعية، بصورة غير شرعية، بالحق، بالباطل. المهم أني براغماتي، نفعي، أريد أحقق مصلحتي. أجي أنطي فلوس، أنطي رشاوي، أوعد الناس بشغلات بالانتخابات، بشغلات ما تصير. بالمناسبة ضمن القانون الأمريكي للانتخابات من حق الرئيس الأمريكي يوعد ناخبيه بأمور ما راح ينفذها، ما يطالبوا، هاي وعد، حكي. زين الحسين شنو اللي سواه؟ الحسين سوى عكس القادة بالتاريخ كلهم، وخالف التنمية وخالف الليدرشيب كلش. شلون؟ الحسين كان يطرد المناصرين مالته بالصورة. شلون يطردهم؟ يعني ماكو قائد بالتاريخ يجي يقول من لحق بنا استشهد، حاشا ابو عبد الله، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. من كان باذلا فينا مهجته، يعني اخذ روحه، انا اخذ الدم مالته، اللي جاي ترى راح اموته. ابو عبد الله ما صايره بالتاريخ انه قائد يطرد المناصرين مالته، يجمعهم واعدهم بشغلات وانطيهم. يعني هسه اعتبرهم مؤلفه قلوبهم ذولي، لان انا جاي احقق هدف سامي، واريد اقضي على الطاغيه يزيد، واريد احقق الاصلاح. قال لا، قال انا ما اخذ كلمه من ابي علي بن ابي طالب، ابونا الاكبر، كما يقول رسول الله: يا علي انا وانت ابوا هذه الامه. ايش قال علي بن ابي طالب؟ اتريدون مني ان اطلب النصر بالجور؟ لا والله ما فعلت. مالك الاشتر بعظمته قال له بقين معاويه كم يوم، خل تهدأ الدوله الاسلاميه الك وبعدين بقي كم يوم. هو ما يريد، معاويه ما كان يريد اكثر من يبقى والي على الشام. قال له لا، هذا انا اعيد عدم شرعيته واعطيه شرعيه، بالتالي ما اريد. حسين كان يريد المفروض يجمع ذول الانصار معتقدين ب 100% ويكون صادق وياهم، لان الكثير من الاعراب اجوا بالطريق مع الامام الحسين سلام الله عليه طمعا في مكارم كما يحدث الان. يريد له هسه منصب، يريد له رئيس وزراء، يريد له وكيل وزير، مدير عام، يعطيك كم تاهوات مال ذاك الوقت، كم ناقه معدله. قال لهم ما اريد، انا جاي رايح للموت، انا صادق وياكم. فلذلك فعلا فضوا منا الكثير وما اهتم بالحسين. اجى اخذ الناس يقول لهم اللي ما راح يجي انا صدق ما راح يستشهد، لكن لم يدرك الفتح. وين الفتح يا ابو عبد الله؟ مو كلكم متوا. الفتح هذا اللي احنا عايشين، الحسين في كل مكان، اخذ الدنيا والاخره. امام الحسين سلام الله، سيد شباب اهل الجنه، سيد الشهداء، والانصار مالته بقت الختم مالتهم الثيمه لحد الان. زين هو بدا يطردهم، لكن من جانب اخر كان اكو عمل متناقض ظاهرا، واحنا نريد نحلل كربلاء. شلون متناقض؟ زين هو بده يطرد بيهم، من جهه اخرى كان يروح لهذا ابن الحر الجعفي، ويروح في ليله عاشوراء دز الاسدي، حي بن ظاهر الاسدي، العشائر بني اسد المحيطه في كربلاء، وراح لهم يدعوهم الى كربلاء. شنو هالتناقض؟ لا مو تناقض، هو كان يريد تجي ناس مخلصه وياه، مخلصه ومآمنه بالمبدا مالته وعلى يقين تام، لان كان يريد يكثر الدم في كربلاء، يكثر اي نعم، لذلك رمى بالدم مال علي الاكبر والرضيع، وخضب لحيته حتى تبقى للدم اكثر لون من الوان الطيف السبعه، هو مؤثر الدم ويصير به عمق كبير. لذلك هو الامام الحسين سلام الله عليه بهذا حتى اهل بيته واصحابه سوى لقطه غريبه في يوم العاشر، قال لهم اطفئوا السراج، قللوه، بل ياخذ كل رجل من اهل بيتي بيد رجل من اصحابي، اتخذ الليله جملا. الناس اذا شافوني يريدوني بس انتم طلعوا، واني باريكم الذمه، اني ما بكم باريكم الذمه، طلعوا ابقى وحدي. لانه طبعا كلهم رفضوا، هو راد يخلي الناس القضيه مالته، لكن اما ان تكون معتقد بقضيتي 100% او روح انت في حل مني، لانه هكذا حمل ثقيل يحتاج رجال مخلدين في التاريخ وفي الدنيا والاخره يامنون به حتى ينهضون به. السلام عليكم.